السلام عليكم حضراتكم متابعين القناة. هنشوف مع بعض في الفيديو هو حل لمجموعة مشاكل بتحصل للطلبة وهي بتقدم على موقع وزارة الداخلية، أو الناس اللي هي بتقدم في كلية الشرطة وتدخل تحتاج موقع وزارة الداخلية عشان تعمل التقديم دوت. هنشوف مع بعض، هنستعرض مع بعض مجموعة مشاكل وهنوري حضراتكم طريقة حلها، مشكلة وحلها ايه. في الأول بدعوكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود تحت الفيديو، ومتنسوش علامة الجرس اللي هي جنب الاشتراك اضغطوا عليها علشان يجيلكوا شعار أو رسالة بكل فيديو جديد بينزل باستمرار على القناة. ونستعرض مع بعض المشاكل مشكلة. اول مشكله بتجيلك بيانات الدخول خاطئه، ان حضرتك نسيت الباسورد او نسيت الايميل، دي اول مشكله. المشكله الثانيه بيقول لك تم استخدام الرقم القومي او الايميل او التليفون في تسجيل سابق. في الاول انا حابب اشكر كل واحد حلت له مشكلته، او المكتب اتدخل وحل مشكلته ونزلوا تعليقات في كومنتات اسفل اليوتيوب. زي ما حضرتك شايفين ادي كل كميه الناس اللي اتعاملنا معاها وبتشكر في شغل المكتب. بقدم لهم كل الشكر والاحترام مره تاني، ونتمنى ان احنا نكون في حسن ظنكم ونأدي لكم الخدمه اللي انتوا عايزينها في الوقت المناسب ونحل لكم اي مشاكل. اول مشكلتين بتقابل الناس انك انت بتحاول تيجي تدخل على موقع وزاره الداخليه، بتملى بياناتك وتيجي تفتح الموقع معاك ما بيفتحش، بتجيلك الرساله بيانات الدخول ليست صحيحه. او انك انت بتيجي تسجل مره تانية على الموقع بتجيلك الرساله ان هو تم استخدام بيانات الرقم القومي او تسجيل سابق. لو انت حضرتك متاكد انك انت ما عملتش تسجيل سابق لهذه الموضوع، انك انت اول مره في حياتك تدخل على الموقع وتسجل، يبقى حضرتك ربما يكون الايميل اللي انت بتستخدمه ده حد استخدمه قبل كده، او يكون ان السبب التاني ان يكون حضرتك التليفون حد استخدمه عن طريق الخطا. فكل اللي هتعمله حضرتك انك انت هتبتدي تغير وانت بتسجل بيانات، هتبتدي تغير الايميل او هتبتدي تغير رقم التليفون. طبعا الرقم القومي مش هينفع تغيير فيه حاجه، يا اما تغير البريد الالكتروني او التليفون وتيجي تعمل تسجيل مره تاني. ان قبل معاك وبعت لك الكود يبقى انت تمام كده، مشكلتك اتحلت. لو ما قبلش معاك يبقى انت حضرتك هتضطر تلجأ للمكتب عشان المكتب يحلها لك. دي كانت المشكله الاولى. المشكله الثانيه، لو انت حضرتك جيت تدخل وطبعا انت معاك عملت الحساب واشتغلت عليه قبل كده او فتح معاك، وجيت بعد كده مش فاكر بعد فتره سنه اتنين بعد اسبوع مثلا نسيت الايميل والباسورد، وعايز تدخل تعمل مصلحه على موقع وزاره الداخليه ومش عارف تدخل مره تانية. طبعا الحل ان في حل المشكله دي انك هتضطر تتواصل مع المكتب، تبعت لحضرتك رساله صوتيه مسجله او تكتبها لي كتابه على الشات انك انت ملخص المشكله ايه، او تبعت لي رساله صوتيه تقول انك مش عارف ادخل على الحساب او حصلت مشكله كذا. كل ما حضرتك بتوضح لي المشكله بالتفصيل بقدر اساعد حضرتك في حلها بسرعه. في ناس كتيره من الناس اللي بعتها لي شكر حلت لها المشكله في خلال ساعه، وفي ناس اتحلت معاها في خلال 4 ايام. متوسط حل المشكله ما بين يوم لحد 4 ايام كاقصى فتره. وفي ناس بقدر احل لها المشكله في خلال ساعه في حاله ان حضرتك بتبعت لي بيانات صحيحه اقدر اشتغل منها. زي حضرتك لو في رساله جات لك او كود جالك من الداخليه بهذا الشكل، هوريكم اشكال الاكواد بتيجي الشكل ايه. رساله الداخليه اللي بتبقى بالشكل ده بتجي لك على رساله على الموبايل بتاعك، بيبقى كده فيها بياناتك، وبنقدر احنا بناخد الرساله دي بنقدر نشتغل عليها ونقدر نحل لك مشكله الحساب في وقت سريع. في بعض الناس بتسجل بطريقه خطا او بتدخل ايميلات خطا او بتدخل ايميلات ملهاش اي مصدر على النت، او ايميلات وهميه، وبالتالي المشاكل بتاعتها بتتعقد وبناخد نضطر نستمر نقعد لحد 4 ايام او 3 ايام لحد ما نحل المشكله دي. عامة اي حد ممكن يقابله اي مشكله وحابب يتواصل مع المكتب، زي ما قلت لحضرتك تبعتوا له رساله صوتيه او تكتبوا له على الواتس البيانات بتاعتكم. لو الموضوع مستعجل جدا اتواصلوا برضه معايا من خلال التليفون، بس انا اسف ما بقدرش ارد على كل التليفونات من ضغط الشغل في المكتب، لكن يفضل انك تبعت لنا رساله صوتيه وتتواصل معانا عن طريق الكتابه على الواتس. التليفون او الواتس اللي بيتواصلوا معايا منه اللي هو 010 640 9862. المكتب بيبعت لك بعد ما بيحل المشكله بيبعت لك صوره من لقطه الشاشه لبياناتك، حضرتك بتتاكد منها وتراجع بياناتك. لو تمام بتبتدي حضرتك بتتعامل معانا وتحول لنا رسوم المكتب، ونبتدي تاخد بعد كده حضرتك بنبعت لك الايميل والباسورد اللي تبتدي حضرتك تدخل وتعمل الشغل اللي انت عايزه. دي كانت اول مشكله. بعد كده اعتقد كده كل المشاكل اللي عرضتها لحضراتكم. المكتب بيساعدكم او بيحل لكم اي مشاكل بتقابلكم في موقع وزاره الداخليه او في التسجيل. تواصلوا معايا من خلال رسائل صوتيه على الواتس، او حضرتك اكتبوا لي شات او رسائل على الواتس والمكتب بيتواصل معاكم ويحل لكم المشكله. عشان احل المشكله حضراتكم بمنتهى السهوله، بتبعت لحضرتك البطاقه بتاعتك واسم الام ورقمين تليفون يكونوا شغالين عشان تستقبل عليهم رسالتين من جوجل من على رقم التليفون بتاعك. ولو وصلتك اي رساله او اكواد من الداخليه بتبعتها لي انها بتساعد في حل المشكله. زي ما قلت لحضرتك في ناس بنقدر نحل لهم المشكله في خلال ساعه، وفي ناس بتضطر تنتظر معانا 3 أو 4 ايام عشان نحل لهم المشكله.
على حسب المعلومات اللي تقدر توصلها لنا صح. بتقدر حضرتك تبعت لي الايميلات، الاحتمالات اللي انت تكون كتبتها ايه، التخمينات بتاعتها ايه، الباسورد برضو اللي انت دخلته على الموقع وباسورد الايميل بتاعك. بتبعت لي البيانات دي، والمكتب هنا عندنا في مجموعه من الشباب هنا بيبتدوا يشتغلوا على البيانات اللي بتبعتها، وفي ناس زي ما قلت لحضرتك بنوصل للحل في خلال ساعه، وفي ناس بنقعد ال4 ايام. نهايه الفيديو انا بشكركم مره تانية لمتابعه الفيديو للنهايه. لو قابلتك اي مشكله بخلاف اللي احنا عرضناهم تواصل معايا برضو في على الواتس، وانا ان شاء الله واحنا وزمايلنا في المكتب بنحاول نساعدكم. بنشكركم مره تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان مع حضراتكم بشوي فرج الله من مكتب المعتمد للخدمات الحكوميه المصريه.